اخر كم مقطع في القناة قاعد احاول اجيب قصص احداثها صارت في السنين الاخيرة او السنين اللي احنا عايشينها، او انه تم حل القضية في هذه السنين. ويب شكرا على الدعم اللي قاعدين تسووه، وشكرا لكل شخص جاب لايك على المقاطع او نشر المقاطع. ما ادري ايش اقول لك غير خذ لك بوسة وابدا الفيديو يا مدير. في عام 1989 كان في عائلة اسمها عائلة روجرز، تتكون من الأب اللي اسمه هال والأم اللي اسمها جوان. والأب والأم أعمارهم 36 سنة، عندهم بنتين اللي اسمها ميشيل وعمرها 17 سنة، وكريستي اللي عمرها 14 سنة. اتعرف الأب هال على زوجته اللي اسمها جوان أول مرة كانت في المدرسة الثانوية، وكانت جوان بنت كذا فلة وعندها شعبية كبيرة. أما هال الآدمي ذا كان متحفظ ورازي وهادي، لكن على الرغم من اختلافهم الشديد كانوا الاثنين يكملوا بعض بشكل جميل. في سنتهم الأخيرة في الثانوية جوان حملت بميشيل، وقرروا الاثنين هذول خلاص انهم يتزوجوا بعد التخرج. المهم وهم لسه في آخر سنين المراهقة نقلوا يعيشوا في مزرعة في أوهايو. ولدت الزوجة جوان ببنتها ميشيل، وكانوا سعداء جدا بحياتهم. وبعد كم سنة انولدت البنت الثانية كريستي، وبكذا تكون اكتملت عائلتهم. على مر السنين اشتغل هال وزوجته بجهد وحب شديد في مزرعتهم، لكن مع الأسف ما كان هذا الشيء كافي انهم يسددوا كل مصاريفهم، فاضطرت جوان انها تشتغل في وظيفة براتب ثابت. ما كانت الحياة سهلة لعائلة روجرز، لكنهم حاولوا دائما يعيشوا بإيجابية وطاقة وتفاؤل، وهذا الشيء عكس على بناتهم اللي كانوا دائما إيجابيات، وكانت شعبيتهم أصلا واسعة في المدرسة والكل يحبهم، والكل يحب أصلا يكون معهم صداقات ويتعرف عليهم. ولما يكونوا في البيت يحبوا يلعبوا مع حيوانات المزرعة ويساعدوا في رعايتها. الزوجين كانوا محافظين على علاقتهم الحلوة، وشرط يوم في الأسبوع يخصصوا جزء منه لهم، فإما إنهم يفطروا برا أو يتعشوا سوا لحالهم كنوع يعني من التجديد، وإنهم يحافظوا على المودة بينهم. وهذا كان أسلوب وطريقة حياة العيلة البسيطة والسعيدة. لكن حياتهم بتتغير لما يكتشفوا إنه جون أخو هال اللي هو عم البنات اللي كان يعيش معاهم في نفس المزرعة لكن عايش في مقطورة أو في ترك كذا خاص فيه، كان يعتدي بالسر على بنت أخوه ميشيل على مدى 3 سنوات. والبنت ما قدرت تقول لأحد لأنه أصلا هددها بالقتل وبأوحش طريقة تتخيلها، غير إنه كان يصورها وقت الاعتداء. المهم في يوم من الأيام اللي ما كان يتوقعها العم جون انكشفت الصورة اللي كان يصورها لميشيل، وانعرفت الجريمة اللي يسويها بحق بنت أخوه، وانحكم عليه بالسجن لفترة طويلة جدا. لكن الضرر اللي تسبب فيه كان أكبر من إنه يمحي بسهولة، وميشيل من الحالة النفسية اللي جتها ما قدرت أصلا تنطق أو تتكلم عن اللي صار لها. وبذي المرحلة الأب كان أصلا بيتجنن على بنته، لأنه بعمره ما توقع إنه بنته ممكن يصير لها كذا، خصوصا إنهم في بيئة محافظة والجرائم فيها شبه معدومة وعايشين بعيد عن التفتح العشوائي. والصدمة الأكبر إنه هذا اللي صار من أخوه من أقرب الناس إليه، فحرفيا حتى هو الأب دخل بحالة نفسية صعبة جدا لدرجة إنه ما كان بيرتاح إلين ما يقتل أخوه. لكن أخوه كان مسجون تحت الحراسة، وهذا اللي خلى الموضوع مؤلم أكثر. يعني أهون له إنه يقتل أخوه ولا ينسجن. واللي أدهى وأمر إنه الجدة اللي هي أم الأب وأم العم قالت إنه والله دي بريء، وأكيد هذه ميشيل اللي أغوته أو إنها قاعدة تكذب وما كانت تحب عمها، فسوت له كمين ودخلته السجن. وانتشر هذا الكلام في جميع أنحاء المدينة، وكانت المأساة اللي عاشتها العيلة ما تتصدق أصلا كمية القهر والاستفزاز، ويتبلوا عليهم بأشياء مرة كثير، أشياء يا رجل تجيب لك شلل في الأعصاب. حاول الأب يتجاوز الموضوع رغم الصعوبة اللي فيه، بس عشان بنته وعيلته، وإنه لازم يكون هو قوي لأنه هو عمود البيت، لو انكسر كلهم راح يضيعوا. فكلم زوجته واقترح عليها فكرة إنها تاخذ البنات في إجازة وتطلعهم من جو المزرعة ذا والدراما اللي صايرة فيه، خليهم ينبسطوا ويرجعوا أطفال وينسوا كل شيء قاسي عاشوه في الفترة هذه. كانت الخطة إنه الأب يقعد في المزرعة والأم تاخذ بناتها ويسافروا، وعلى أساس إنها رحلة فتيات فقط. انبسطوا البنتين مرة وحسوا أصلا بسعادة كبيرة، خصوصا إنه هذه أول رحلة لهم. وقالت لهم أمهم إنه المكان اللي بتختاروه بنروحه، بس حطوا ببالكم إنه بنقدر نروحه بالسيارة ونحاول نقلل المصاريف ونختار أماكن طبعا نستمتع فيها أكثر وما نصرف فلوس مرة كثير، لأنه الميزانية محدودة شوية. قرروا البنات إنهم يروحوا لفلوريدا
والأسابيع وهم يخططوا كيف بتكون الرحلة، وسووا برنامجهم الخاص عشان يستمتعوا فيه بأكبر قدر ممكن. أخيرا يوم 26 مايو 1989 جاء يوم الرحلة، ودعوا أبوهم وركبوا سيارتهم اللي لونها أزرق فاتح وحركوا على الجنوب لمدة 8 ساعات تقريبا على الخط السريع، عبروا أوهايو وكنتاكي وتينيسي إلى ما وصلوا لجورجيا اللي كانت في نص الطريق. بعدها لقوا فندق وباتوا فيه في هذيك الليلة، ولما قاموا اليوم الثاني كملوا طريقهم لفلوريدا وإلين ما وصلوا لفلوريدا. وخلال اليومين الأولى بدأوا على طول يتمشوا، فراحوا للمنتزهات وحدائق الحيوانات والمطاعم وغيرها من الأماكن اللي يروحوها السياح في جميع أنحاء ولاية فلوريدا، وكانوا مبسوطين وقاعدين يقضوا وقت سعيد. في يوم 29 مايو أرسلت الأم رسالة بريدية لزوجها كاتبة فيها بطريقة مزح طبعا: زوجي العزيز، البنات بهذلوني في كل أنحاء الولاية، ما خلوني أرتاح، نفسي بس أرتاح كذا واسترخي شوية. لكن الرسالة كانت موضحة إنهم مبسوطين جدا وسعداء بوقتهم. في يوم 1 جون خرجوا من أورلاندو فلوريدا وتوجهوا لتامبا فلوريدا، مكان ما خططوا إنهم يروحوا للمنتزه اللي فيه هناك قبل ما ينهوا الرحلة حقهم ويرجعوا. وأرسلوا للأب إنهم بيرجعوا بتاريخ 3 جون. جاء تاريخ 3 يونيو أو جون وخلص ولسه ما رجعوا للبيت، بس الأب ما قلق وقال أكيد حبوا يقضوا يوم ثاني كمان زيادة، وما توتر ولا خاف، وقال كلهم كبار وأمهم معاهم وباين إنهم مبسوطين أصلا في الرحلة، ومو مشكلة لو اتأخروا يوم أو يومين زيادة. عدى 2 و3 وصار التاريخ 6 جون وما رجعوا الزوجة والبنات ولا أرسلوا له رسالة بريد. هنا الأب هال بدأ يتوتر وراح يبلغ للشرطة عن اختفاء عائلته، والأكيد والطبيعي من الشرطة إنها بتقعد تتلكلك وتطنش شوية زي كل القضايا اللي تحتاج تتحرك فيها سريع. وقالوا للأب عادي كلهم ترى كبار، وهذه الرحلة يمكن يكونوا كذا مبسوطين فيها وما حبوا يروحوا بسرعة، بالذات إنه دحين المزرعة صارت مكان للذكرى السيئة. المهم باخذكم في الأحداث من زاوية ثانية. بعد يومين من بلاغ الأب للشرطة، في فندق وفي خادمة حق الفندق هذا في تامبا شافت شيء غريب في الغرفة رقم 251 اللي دخلت تنظفها، والغريب انه اخر مرة نظفتها كان من اسبوع. رتبت السرير وحطت المناشف وصلحت الطاولة والكراسي وظبطت الغرفة كلها، ودحين بعد اسبوع من هذا الكلام رجعت عشان تنظفها مرة ثانية، والمفاجأة انها لقت الغرفة زي ما هي على حطة يدها. السرر كانت مرتبة والمناشف ما حد لمسها، وشنطة اللي استأجروا الغرفة هذه ما تحركت من مكانها، الغرفة تماما زي ما سابتها بالضبط. كان هذا المنظر أكثر من إنه كافي عشان تعرف اللي تنظف الفندق هذا إنه في شيء غلط، فتوجهت لمديرها بسرعة وقالت له اللي شافته. وقتها المدير على طول اتصل على الشرطة وبلغهم بالموضوع. راحت الشرطة للفندق واكتشفت إنه الغرفة 251 كانت مسجلة باسم أشخاص مفقودين، يعني متقدم عليهم بلاغ بالاختفاء، اللي هم جوان روجرز وبناتها ميشيل وكريستي. قالت إدارة الفندق للشرطة إنهم حجزوا في الفندق يوم 1 جون، بس بعد كذا ما حد شافهم. فتشت الشرطة غرفتهم وحصلت كاميرا وجوتها صورتين، والصورتين هذولي وهم داخل هذا الفندق. واحدة من الصور كانت لميشيل وهي قاعدة تفتش في شنطتها وكانت تتجهز للطلعة، والصورة الثانية كانت للمنظر المطل من البلكونة وهو خليج تامبا والشمس على وشك الغروب. مع الأسف ما كانت الصورتين تظهر أي دليل عن مكانهم أو فين ممكن يكونوا راحوا أو إيش صار لهم، بس أخذت الشرطة الفندق كنقطة مركزية للبحث وبدأوا يدوروا في المنطقة اللي حوالينه. ما طولوا كثير ولقوا سيارة جوان واقفة على بعد تقريبا 1.5 كيلو من الفندق جنب الرصيف للسفن والقوارب. ما لقت الشرطة الأم وبناتها لا في السيارة ولا في أي مكان قريب، لكنهم بعد ما فتشوا السيارة لقوا ورقتين في أرضية السيارة مكتوب فيها بخط جوان، وكان وصف للمكان اللي رايحين له وهو نفس المكان اللي السيارة واقفة فيه. أما الورقة الثانية فما كانت لا بخط جوان ولا بناتها، كانت بخط يد شخص غريب، وكانت عبارة عن وصف لطريق الفندق مكان ما هم حايزين فيه. في ملاحظة الأم كانت كاتبتها في زاوية الورقة أبيض وأزرق، بس إيش هو الأبيض والأزرق اللي ممكن يكون في رصيف القوارب؟ فغالبا هذا راح يكون لون قارب. هذه كل الأحداث قاعدة تصير مع رجال الشرطة، لكن في نفس الوقت في أحداث ثانية قاعدة تصير مع خفر السواحل، وما حد ربط الأحداث اللي صارت مع خفر السواحل بالأحداث اللي صارت مع الشرطة، لأنه ما تواصلوا مع بعض، كل واحد مشغول بالأحداث اللي عنده وبالأشياء اللي عنده. المهم قبل 4 أيام اكتشف خفر السواحل في الخليج على بعد 40 كيلو من المكان اللي حصلوا فيه على سيارة جوان وبناتها. اكتشفوا شيء رهيب، لكن ما حد ربط هذا الاكتشاف بالثلاثة النساء
النساء المفقودين من أوهايو، لأنه ما كان في أي أحد في تامبا يعرف شيء عنهم. الشرطة بعد ما شافت ملاحظات جوان اتصلت وقتها بخفر السواحل، وهنا بدأت الأمور ترتبط ببعض، وأخذت الشرطة 3 سنوات عشان تكتشف اللي صار للأم جوان وبناتها ميشيل وكريستي. نرجع بالأحداث اللي ورا عشان تفهموا إيش اللي صار لهذول الثلاثة. في صباح يوم 1 جون ركبت الأم وبناتها سيارتهم وطلعوا من أورلاندو وتوجهوا لتامبا، ولما وصلوا لتامبا ما قدروا يلاقوا الفندق اللي يبغوه، فوقفت الأم على جنب وجلست تراجع الخريطة إلين فجأة يظهر رجل أبيض في منتصف الثلاثينات، وطوله متوسط وحجمه متوسط، وكان أشقر وعنده شنب، يعني شكله كذا رجال طبيعي وما هو مميز ظاهريا. المهم دق شباك السيارة على الأم وقال لهم هلا انتوا ضايعين، انا شايف انه لوحة سيارتكم تبع لأوهايو وانتوا واقفين في مكان ما حد يوقف فيه اصلا. عموما انا من المنطقة واقدر اساعدكم في الاتجاه الصحيح. ردت عليه جوان الام ايوه احنا ضايعين وما عرفنا نلاقي الفندق حقنا، هل انت تعرفه؟ رد عليها ايوه اعرفه، طريقه سهل اصلا، اعطيني ورقة اكتب لك عليها العنوان. وبالفعل اعطت جوان دفتر الملاحظات حقها وقلم للرجال وكتب لها طريق الفندق اللي قاعدين يدوروا عليه. رجع لها دفترها والقلم، شكرته جوان وقال لها دامكم سياح واول مرة تيجوا هنا تحبوا تطلعوا جولة على قاربي وتتفرجوا على غروب الشمس من البحر، المنظر جميل جدا راح يكون ومريح راح تحبوه. المهم طالعوا الثلاثة في بعض وقالوا هذا الرجال شكله طيب مرة ولطيف معانا وقاعد يساعدنا، وافقوا على عرضه وقالوا له اكيد حابين ناخذ جولة على القارب حقك. طبعا الرجال هنا انبسط وقال لهم خلاص تمام انا متحمس زيكم وبنتظركم، واعطى جوان وصف رصيف القوارب اللي قاربه راح يكون فيه وكيف يوصلوا له. وطبعا هي كانت تكتب الوصف في الدفتر الملاحظات حقها، وقال لهم لما توصلوا دوروا على قاربي اللي لونه ابيض وازرق. بعد كذا شكروا الرجال انه ساعدهم في الطريق وتكرم عليهم برحلة مجانية في قاربه. المهم مشي الرجال وهم مشيوا على وصفه ووصلوا الفندق في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وسجلوا وصولهم ومضوا يومهم طبيعي الين صارت الساعة 7:30 في الصباح. في ذا الوقت تم رصدهم وهم خارجين من مطعم الفندق. بعد كذا طلعوا غرفتهم لفترة قصيرة عشان يستعدوا لرحلتهم على قارب الرجال. وهم قاعدين يتجهزوا ويلبسوا ملابسهم خرجت جوان او كريستي الكاميرا واخذوا صورة لميشيل وهي قاعدة تفتش في شنطتها وتستعد للخرجة، واخذوا كمان صورة من البلكونة للإطلالة على الغرفة. اتوجهوا لسيارتهم ومشيوا الين ما وصلوا للمكان الموصوف وشافوا القارب الازرق والابيض، وكان الرجال يلوح لهم بيده، وكانت الساعة ما بين 8:30 إلى الساعة 9. بعد ما ركبوا القارب أخذهم الرجال لمنتصف الخليج. الأجواء حلوة وكان الوضع طبيعي داخل القارب، لكن فجأة حصل الغير متوقع. الرجال اللي ساعدهم واعتبروه صديق لهم اتصل على زوجته وقتها وقال لها انه الماطور مدري المحرك حق القارب خرب وبيرجع البيت في وقت متأخر. بعدها الآدمي هذا تحول 180 درجة واعتدى عليهم كلهم واحدة ورا الثانية، اعتداء من جميع الاشياء اللي تتصورها يا عزيزي المستمع. بعد ما خلص ربطهم وربط اياديهم ورجعها ورا على ظهورهم وحط لصق مدري شريط لاصق على فمهم، لكن خلى عيونهم مفتوحة لانه كان يبغاهم يشوفوا اللي بيسويه في كل واحدة فيهم. وبعد ما جاب 3 بلوكات وزن الوحدة منها تقريبا 15 كيلو، رص البلوكات قدامهم على سطح السفينة وجاب 3 حبال طويلة وربط كل حبل مع البلوكة هذه، واخذ كل طرف حبل سواه كذا زي المنشفة ولفه حوالين رقبتهم، كل واحدة ملفوف حول رقبتها بلوكة بوزن 15 كيلو. وقف الأولى وشد الحبل من على رقبتها وهي قاعدة تبكي وتترجى تتوسل له الرحمة، لكن لا حياة لمن تنادي. دف البلوكة للبحر والآدمية انجرفت من حول رقبتها إلى داخل البحر، وفي لحظة كانت قاعدة تحاول تطلع وتتسبح وتتنفس وتصارخ. وزن البلوكة 15 كيلو قاعد يشدها لأسفل البحر وهي قاعدة تحاول تسبح وتأخذ النفس، لكن البلوكة تسحبها للأعماق أكثر وأكثر. والاثنين اللي فوق كانوا قاعدين يشوفوا كل شيء بعيونهم وسامعين كل حاجة وقاعدين يصرخوا بشكل هستيري، كل شيء قاعد يصير قدام عيونهم. وكلها لحظات وتوقفت الحركة في الموية وعرفوا إنها خلاص فارقت الحياة وانجرفت للأعماق. نفس الشيء صار مع الثانية، مسكها وشد الحبل من على رقبتها ودفها مع البلوكة، واللي باقي على القارب قاعدة تصرخ وتتعذب من المنظر وهي شايفتها قاعدة تنازع قدامها إلين ما ماتت. لكن ما طولت كثير ومسك الرجال وسوى فيها نفس الشيء في الثالثة وشدها من الحبل اللي على رقبتها ورمى البلوكة في البحر وطاحت ونازعت هي كمان للحظاتها الأخيرة إلين ما غرقت.
وتفنشوا الثلاثة كلهم غرقانين في المويه. بعد ما انتهى منهم ال30 الاشقر ذا اللي يقهر، حرك القارب ورجع للشاطئ ولا كأنه شيء صار. في يوم 4 يونيو او 4 جون، يعني بعد 3 أيام من مقتل الأم وبناتها، وبسبب تحلل الجثث انتفخت وتشبعت بالموية إلين ما طفت على السطح. وفي واحد شافهم وبلغ خفر السواحل عن موقعهم، سحبوهم من البحر، لكن بسبب تحللهم الشديد مع دفء الموية ما قدروا يتعرفوا عليهم. لما شرحوا جثثهم اكتشفوا إنه الرئة متعبية موية، واللي يعني إنهم كانوا أحياء لما طاحوا في البحر. بعد كم يوم لما كانت سيارة الأم داخلها الملاحظة هذيك، بدأت الشرطة تتوقع إنه احتمال طلعوا قارب قبل ما يختفوا، ويمكن تكون الجثث الثلاثة المجهولة اللي لقوها في البحر هم هذولي. وتواصلت الشرطة مع الأب في أوهايو وطلبت سجلات أسنان زوجته وبناته، ومع الأسف أكدت السجلات هذه إنه الثلاثة الجثث هم عائلته. وعاش الأب أسوأ كابوس في حياته، عائلته كلها راحت. وبعد 3 سنوات من الجريمة قدروا انهم يطبقوا المجرم والقاتل، واللي اسمه اوبا تشاندلر. هو قاتل متسلسل من مواليد 1946، ويشتغل كمقاول ويعيش على بعد تقريبا 1.5 كيلو من المكان اللي وقفت فيه سيارة الأم وهي تايهة. في عام 1994 أدين بقتل نساء روجرز ال3، لكنه كان بارد وما هو معترف بذنبه ولا حاس بتأنيب الضمير أبدا. تم الحكم على أوبا بالإعدام لتهمة القتل من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار، وجلس أكثر من 20 سنة تقريبا ينتظر تنفيذ الحكم. وطوال هذه المدة ما زاروا ولا شخص واحد، والكل تبرى منه، ولا أحد يبغى يشوفه أصلا. أخيرا في الساعة 4 وكم دقيقة في يوم 17 نوفمبر عام 2011، يعني بعد 22 سنة من الجريمة، أخذوا أوبا لغرفة الإعدام في سجن فلوريدا، وربطوه بحمالة وثبتوه قدام شباك كبير متغطي بستارة. ولحظة الإعدام انفكت الستارة هذه أخيرا، فصار الأب والقاتل قدام بعض عشان يشوف الأب لحظة أخذ حق زوجته وبناته، غير الشهود الموجودين عشان يحضروا لحظة الإعدام هذه. في الساعة 4:08 مساء، الأب هال وهو قاعد في الصف الأمامي قاعد يشوف الرجال اللي دمر حياته أوبا تشاندلر، وهم يركبوا فيه الإبرة هذيك المميتة. أعدموه عن طريق الإبرة ذيك، وتطلع روحه بكل بؤس وألم وعذاب إلين ما مات. وصلنا لنهاية القصة، لكن أكثر شيء قهرني في القصة دي إنهم ليش ما عدموه من أول؟ الآدمي عاش حياته إلين ما وصل للثمانينات يا رجل، بعدين فكروا يعدموه بعد 22 سنة. بعد ما فل وخلص حياته قالوا خلاص بنعدمه. أمريكا فيها أشياء غريبة جدا. زبد بسيب لكم مصادر القصة تحت في الديسكريبشن إذا تبوا تروحوا تبحثوا أكثر عن القصة. أهم شيء إنكم استمتعتوا بالفيديو ذا. اللي ما جاب لايك جيبوا لايك، واللي ما سوى سبسكرايب يا أخي جيب سبسكرايب.